اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. السلام عليكم، كي راكم؟ نتمنى تكونوا كامل ملاح وفي صحة جيدة يا رب. اليوم ما جيتكم وجبت لكم طاجين الزيتون التقليدي، واحد البنة حكاية. بداية بغيت نرحب بالمشتركات الجدد تاعي، مرحبا بكم كامل في قناتي، والله نورتوني. وبغيت نقول اللي مازال ما اشتركتش نتمنى تشتركي، ومرحبا بك والله تنوريني. وبلا ما نطول عليكم نروح مباشرة نشوفوا طريقة التحضير. درت هنايا بصلة أقل من المتوسطة مرحية في 4 مغارف زيت وملعقة زبدة وطرف دجاج، درتهم يتقلوا في رحبة وخليتهم على نار هادية باش يدولي بنة مليحة. في نفس الوقت كنت غليت الزيتون خطرة واحدة ودرت له ملعقة سكر، طفيت عليه النار ما خليتوش يغلي بزاف، من بعد شللته 2 خطرات وخليتها بجهة، ما تغليش بزاف باش ما تخسريش البنة تاعه. كاين بعض الاخوات يديروا له الفارينة يخلوه يبات فيها هكذا باش تنقص الملوحة تاعه، يعني كطريقة مسبقة. مي انا نفضل نديرو كيما هكذا يجي بنين بزاف يعني. وهنا مور ما تقلالي بصل والدجاج زدت عليهم 2 فصوص توم مرابيين وملعقة كبيرة طماطم مصبرة وحبة طماطم مطحونة او مسكرفجة، تخليهم يتقلوا في رحبة. هنايا على بالي بلي زيتون فيه مرقة بيضة، انا صراحة نحبه مرقة حمراء، جربيه بهذه الطريقة وبإذن الله بإذن الله غادي تعتمديها، والله صدقوني يعني يجي بنين بنين ما شاء الله. ومور ما يتقلالي غاية نجي مباشرة ندير عليه التوابل. عندي ملعقة صغيرة كركم، زائد ملعقة صغيرة زنجبيل تاع قهوة بطبيعة الحال، زائد ملعقة صغيرة حرور او فلفل اسود. كاين اللي تحب تزيد له الكبابة، يعني يبقى هذا الشيء اختياري انتي ولوغو تاعك. انا هذا واش ندير فيه يجي ما شاء الله. وهنا نجو نزيدو مباشرة الزيتون تاعنا يكون نوعية مليحة. كاين اللي دير مرقة شابة و دير زيتون يخرج لها مش مليح، وهي النوعية تكون مش مليحة، لهذا من المستحسن ديري واحد يكون نوعيته مليحة. خلوه في لاصوص يشرب لنا شوية بنة، من بعد نجو نزيدوله مباشرة حبة جزر تكون منجرة ومقطعة دوائر، ونخلوها هي تاني تشرب لي شوية بنة هكذا باش يجيني هايل. نخليهم قيس دقيقة ولا مور ما يولو ملاح ونحسهم باللي شربوا لي البنة، نجو نمرقو مباشرة بالما يكون سخون. نخلو الزيتون تاعنا يطيب على نار هادية مدة نصف ساعة ولا اكتر، نخلوش بزاف ونجو مباشرة نملحو. هنا اذا كان عندك معدنوس ديريه راح يجيك هايل، انا ما كانش عندي صراحة، نتمنى تجربوه يعني واحد البنة ما شاء الله. هاوليك الزيتون تاعي كيفاش خرج لي، خرج ما شاء الله. نتمنى تجربوه باذن الله غادي ينال الاعجاب تاعكم. وهنايا ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير، تهلاو في روحتكم ودمتم في رعاية الله، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله.